الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كل سنة وحضراتكم طيبين. طبعا يعني اتأخرت عليكم وبغيب جامد في الفيديوهات، أنا عارفة، وبشكر كل اللي سألوا عليا وبعتذر جدا. ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض سلسله فيديوهات رمضان، هنعمل حاجات متميزه زي ما اتعودتوا معايا، وان شاء الله اكون دايما عند حسن ظنكم. هنبدا النهارده باول وصفات، وان شاء الله مفيش غياب تاني وفي التزام بقى، وفي فيديوهات ضرب نار الفتره اللي جايه. تمام، هنعمل حاجات متميزه جدا 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 للشهر الكريم. طبعا شهر الخير وشهر البركه، ينعاد علينا وعلى الامه الاسلاميه والعربيه يا رب بالخير كلنا، واحنا كده فرحانين بحبايبنا وفرحانين بلمة حبايبنا كلنا حوالين بعض. تمام، كل سنه وانتم طيبين. مره تانية هنعمل النهارده الليمون المعصفر السريع اللي ان شاء الله باذن الله نقدر ناكله من اول اسبوع، بس احنا مش هناكله، احنا هنسيبه لاول يوم رمضان عشان طبعا يحلي سفرتك ويخلي يعني سفرتك كده ملهاش مثيل ابدا ابدا ابدا. وصفه جباره. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض في المقادير. ومعانا اول خطوه في الليمون المعصفر. اول حاجه هنجيب الليمونه الصفراء الحلوه دي اللي كلنا عارفين انها بتتعمل لليمون المعصفر. الليمون اليومين دول متوفر، هو مش رخيص قوي لكن يعتبر في المتوسط. يعني انا جايبه الكيلو ده ب 10 جنيه. لما نجيب الكيلو هيقعد معانا فتره كويسه جدا، وهنعمل برطمان محترم جدا لشهر رمضان ان شاء الله. تمام، نجيب الليمونه الصفراء دي ونشقها من فوق الشقه اللي هي واحده بالطول وواحده بالعرض زي ما احنا شايفين قدامنا. كلنا طبعا شاطرين وعارفين بنفتحها ازاي. ما نفتحهاش لحد الاخر، لحد نص الليمونه بس، واحده كده بالطول وواحده بالعرض. تمام يا حبايبي. وبعد كده غسلناها كويس جدا تحت الحنفيه، وبعد كده حطيناها في ميه عاديه خالص وسبناها على البوتاجاز لما تغلي غلوه واحده من الميه. هنطفي عليها ونشوف هنعمل ايه كمان. تمام، نرجع بقى مع بعض تاني نشوف هنعمل فيه ايه. ودلوقتي بقى حبايبي بعد ما سلقنا الليمون بتاعنا، اول ما يغلي ما ننساش نعد لحد 10، وبعد كده خلاص جاهز معانا، مش عايزينه يتهرى عشان ما يبقاش مش حلو معانا. تمام، دلوقتي بقى هنشوف احنا معانا ايه. احنا سيبنا الليمون بتاعنا بعد ما طلعناه من الميه، طبعا اول ما يغلي زي ما قلنا نطفي عليه الغطا ونسيبه يهدى بس لمده 5 دقايق. بعد كده نطلعه في مصفى ونسيب الميه تبرد خالص. ما نرميش الميه بتاعت سلق الليمون ابدا. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. معانا بقى الليمون اهو بعد ما برد خالص، شايفين الفتحات اهي حبايبي اهي، يا رب تكون واضحه كده اهي. فالفتحات العاديه خالص اللي بتكون في الليمون المعصفر اهي. تمام، زي ما هو واضح اهو قدامكم الليمون اهي، شايفين كله كده. معانا بقى الليمون ده بعد ما برد خالص، ومعانا الميه بتاعته برده، ومعانا هنا جزرايه كبيره مبشوره او جزرتين، ومعايا شطه خضراء حاميه، ومعايا شطه حمراء. شايفين الشطه الحمراء اللي احنا فرزناها مع بعض بقى لها حوالي سنه عندي، شايفين زي ما هي، ولا اتغيرت ولا لونها ولا اسودت ولا اي حاجه، كانها لسه جايه من السوق حالا دلوقتي. تمام، ومعايا هنا بقى شطه حمراء بودره، ومعايا 3 معالق كبار من الملح، طبعا الملح حسب الرغبه، ومعايا هنا عصفر على حبه البركه. ده بتروحي للعطار وبتقولي له عاوزه الخلطه بتاعت الليمون المعصفر اللي هو عصفر على حبه البركه، وما تخليهوش يكتر حبه البركه عشان ما يغمقش لون الليمون. تمام، يخلي حبه البركه حاجه بسيطه كده. تمام، ومعايا هنا بقى الكبه. هنفرم كل حاجه. انا بشرت الجزر الاول عشان طبعا ما اوجعش دماغكم. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط الشطه الحمراء مع العصفر والشطه وحبه البركه، نفرمهم مع بعض الاول ونرجع تاني. رجعنا تاني حبايبي. كنا عملنا ايه؟ هفكركم تاني. كنا غسلنا الليمون وسلقناه سلقه واحده بس. اول ما الميه غلت عدينا لغايه 10 وطفينا النار وغطينا الغطا وسبناه شويه 5 دقايق بس يهدى. تمام، وبعد كده شلناه في مصفى يبرد خالص هو والميه بتاعته. هنحتفظ بالميه مش هنرميها. وبعد كده جبنا شطه حمراء اللي هي الهريسه، وشطه حمراء بودره، وملح طبعا حسب الرغبه. وبعد كده جبنا الخلطه من عند العطار اللي هي بتاعه الليمون المعصفر، عصفر وحبه البركه. تمام، وجبنا معانا الجزرايه مبشوره، وجبنا الكبه فرمنا بشرنا الجزر، وبعد كده حطينا الخلطه الجميله معانا. هي عباره عن عباره عن قرون شطه حاميه او بارد طبعا براحتك، وبعد كده العصفر اللي هي خلطه الليمون المعصفر والشطه الحمراء والملح، فرمناهم. حطينا نص كوبايه من ميه الليمون كمان معاهم عشان تنعم كويس قوي. بعد كده جبناهم في طبق. شايفين اصلا منظرها لوحده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، يعني تفتح النفس لوحدها. تمام يا حبايبي، حطينا عليها كمان نص حبه، يعني شويه كده من كميه الجزر المبشور معايا. تمام يا حبايبي. بعد كده هنبدا ان احنا حطينا الاول شويه جزر
في قاع البرطمان. طبعا البرطمان ده اللي انا مخلله معاكم فيه ولا يعني ياما كتير كتير كتير، انا مش هروح اجيب برطمان مخصوص. احنا دلوقتي بنقول ان احنا عايزين نوفر ونعمل كل حاجه من البيت. البرطمان اللي موجود في البيت عندك طالما انت محافظه عليه ومنضفاه ومعقماه مش هيقول لا. نضفيه واغسليه كويس جدا 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 بالملح والخل كده والليمون، واغسليه كذا مره هيبقى زي الفل معاكي زي ما انت شايفه زي الفل معاكي. تمام. هنجيب بقى الجزر نحطه تحت ونحط قرون الشطه. يعني ايه، اخرميها خرم كده بالسكينه قرون الشطه الخضراء دي، او سيبيها زي ما هي كده. كده الليمون ده هياخد معايا من 3 اسابيع لشهر. هو يتاكل من اول اسبوع على طول، يعني بعد ما يعدي اول اسبوع تقدري تاكليه، لكن عشان يكون دايب معاكي ومستوي ان شاء الله على خير يا رب ينعاد علينا بخير كل سنه وانتم طيبين، على اول رمضان يبقى حلو جدا جدا. تمام. فعايزه تسيبي الشطه من غير ما تخرميها براحتك خالص، هي كده كده هتدوب مع الليمون. بدانا بقى حطينا الجزر تحت وبدانا نمسك الليمونه واحده واحده ونفتح الفتحات بتاعتها ونحشيها بالخلطه بتاعه العصفر. تمام. انا مش عارفه احشي لان انا ماسكه التليفون بايد فمش عارفه احشي كده. شايفين يا حبايبي كده؟ نفتح الفتحات بتاعتها ونحشي بيها ونرص الليمون. البرطمان الليمون كله 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 بيبقى ايه يعني وشه لفوق باصص لفوق. تمام. نرجع بقى مع بعض تاني ونشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. بقى حبايبي خلصنا خلاص الليمون معانا اهو، رصيناه كله زي نفس الخطوات اللي انا قلت لكم عليها كلها. معانا هنا بقى بقيه الخلطه اللي احنا حشينا بيها الليمون. زودنا عليها ايه؟ زودنا عليها معلقه واحده من الملح، وطبعا الملح دايما حسب الرغبه. تمام يا حبايبي. وزودنا عليها ميه الليمون اللي سلقنا فيه اللي بردت خالص وبقت كويسه معانا. تمام. هننزله بقى كده على البرطمان اهو. هنكمل بقى لحد خلاص ما يكمل معايا كويس جدا جدا البرطمان. هنكمل بس شويه ميه كمان، شويه ميه من بتاعه الليمون. تمام. وبعد كده نحط شويه زيت على الوش ونرجع تاني كده حبايبي زي ما احنا شايفين بالظبط. شايفين الجمال والحلاوه؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ ولا اروع ولا احلى من كده. هنحط شويه زيت بقى على الوش وبعد كده كيس استرتش زي ما احنا اتعودنا، ونكمر الغطا كويس جدا جدا ونسيبه في جنب بعيد خالص في التلاجة او بره التلاجة عادي جدا لحد ان شاء الله ما يجي شهر رمضان علينا بخير وتاكلوه كده بالف هنا وتدعوا لي ان شاء الله. كده حبايب قلبي ده الشكل النهائي بتاع برطمان الليمون المعصفر بتاعنا. طبعا زي ما قلت لكم انتوا شايفين اصلا المنظر لوحده بسم الله ما شاء الله الله اكبر يفتح النفس لوحده. طبعا ده على سفره رمضان مش عايزه اقول لك قد ايه هيشرفك قدام ضيوفك ان شاء الله زي ما اتعودتوا مني. تمام. تعودنا مع بعض عملنا كل المخللات وكلها ناجحه والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تمام. هنعمل بقى الليمون المعصفر ده وناكله كده نركنه كده ونسيبه كده ايه لسفره رمضان الحلوه ان شاء الله باذن الله ولمه الحبايب. شايفين الجمال والحلاوه؟ ما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناه وكومنت حلو كده من ايدك الحلوه وقلبي جميل زيك. تمام. واشتراك في القناه، اوعوا تنسوا التعليق الجميل واشتراك في القناه. ان شاء الله فيديوهات ضرب نار لرمضان الفتره اللي جايه. وشكرا جدا ليكم والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.